السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الثانوي، القصة معانا The Count of Monte Cristo. القصة بتاعتنا يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب في الأول الرايتر بتاع أو الكاتب اللي كتب الستوري القصة بتاعتنا هو ألكسندر دوماس. was famous French writer. هو كاتب فرنسي. he was born in France. اتولد في فرنسا. he became well known. كان معروف for writing كتابته exciting المثيرة، مغامرات adventure exciting adventure stories قصص مغامرات مثيرة that many readers still enjoy today. مازال الكثير من القراء بيستمتعوا بيها. His stories are full of action. قصصه بتبقى دايما مليانة بالأكشن، bravery والشجاعة، loyalty الانتماء أو الولاء، and friendship والصداقة. تعالوا مع بعض بقى نبدأ نشوف الأحداث بتاعة chapter 1. بيبدأ chapter 1 بيتكلم عن a young sailor's 14. Edmond Dantes stood proudly at the front of the ship. إدموند دانتس البطل بتاعنا واقف بفخر على مقدمة السفينة فيرون اللي هي فرعون. as it entered the port عشان هي دخلت الميناء of مارسيليا، ميناء مارسيليا. the wind pushed the sails. الرياح بتدفع الشراع. the sea sparkled in the sunlight. والبحر يلمع في ضوء الشمس. and sailors والبحارة hurried across the deck. بيسرعوا على متن السفينة. for Edmund this wasn't just another journey. دي مش رحلة أخرى. it was the beginning of a new life. دي بداية حياة جديدة. he was only 19 years old. كان عنده 19 سنة. but already the first mate of one of the finest ships of his company. كان هو أول مساعد للقبطان موجود على السفينة من الشركة بتاعته. his heart قلبه كان was full of hope بالأمل and dreams والأحلام. for he carried good news for both his employer and his family. كان بيحمل أخبار سعيدة للموظف أو المسؤول عنه and his family وأسرته. the Pharaoh had sailed. السفينة اسمها فرعون أبحرت في روم سيميرينا then stopped in Nablus and was finally returning to بدأت تعود to مارسيليا. on the voyage في هذه الرحلة the ship's captain had fallen gravely ill. الكابتن كان حصل له حالة إعياء أو مرض شديدة. إدموند young and ambition. في نفس الوقت إدموند كان صغير وطموح. had taken command مسك القيادة. he navigated storms بدأ يحدد يعني يقود السفينة في العواصف. negotiated with traders and brought the ships safely. وعرف يوصل السفينة بأمان للوطن with its cargo untouched بالحمولات اللي كانت فيها. his skill and bravely impressed everyone on board. هو حصل إن مهارته دي وشجاعته أعجبت كل اللي كانوا موجودين على السفينة even the old sailors حتى البحارة الكبار في السن who at first had doubt him اللي كانوا شاكين فيه في الأول now spoke of him with respect. الوقت بيتكلموا معاه باحترام. as the ship neared the dock لما بدأت السفينة توصل a small crowd gathered to welcome it. بدأ ناس تتجمع وتزدحم عشان يرحبوا بيهم. merchants port workers زي التجار عمال المينا and families والعائلات waited impatiently. كانوا مش قادرين يصبروا علشان يستقبلوهم. Edmund felt his heart beat faster. قلبه بدأ ينبض بسرعة. for among the crowd stood the two people he loved most. لأن من بين الزحام ده كان في اتنين هو بيحبهم
his father, an old man, الرجل الكبير في السن, who had given everything for his son, اللي أعطى كل شيء لابنه, and Mercedes, the beautiful young woman, السيدة الصغيرة الجميلة, who was promised to him, اللي كانت وعدته أو اللي هي متفقين على الزواج. The ship anchored and Edmund gave sharp, confident orders. الأوامر ويقول لهم lower the sails, نزلوا الشراع, prepare the ropes, جهزوا الحبال, secure the cargo, يبدأوا ياخدوا بالهم من البضائع. His voice carried across the deck, كان صوته مسموع, and the sailors obeyed with speed, كانوا بيطوعوا بسرعة. When the gangplank was lowered, Edmund ran down, eager to embrace his father and Mercedes. بدأ يروح عشان يحيي والده ومرسيدس. His father held him tightly, بدأ يحضنه. Tears in his eyes, والدموع في عينه. Mercedes smiled, ابتسمت. Her dark hair shining, كان شعرها الأسود بيلمع. In the sunlight, في ضوء الشمس. Her eyes full of love, وعينها مليئة بالحب. Edmund, she whispered, همست وندهت على اسمه. You are safe, I prayed for you every day. قالت له ايه؟ أنا كنت بصلي علشان وبدعي لك عشان تبقى في أمان كل يوم. I am safe، قال لها أنا في أمان. and more than that، وأكتر من كده كمان. ده رد إدموند عليها. I bring good news، أنا بحمل لكم أخبار سعيدة. The captain has died، الكابتن مات. but the owner Monsieur Morel has promised to make me captain. صاحب السفينة اللي هو منصور مورال وعده إن هو هيكون الكابتن of the Pharaon لسفينة فرعون. at 19 I shall have my own command، ولازم أنا أكون معايا القرار بتاعي. His father's hands trembled as he held him. Captain, my son، الأب بيقول له كده كابتن ابني. you make me proud، انت خلتني فخور. your mother would have been proud too، هتبقى برضو فخورة بيك أيضا. Mercedes lowered her eyes modestly, so joy filled her heart. كانت طبعا مبسوطة بالأخبار دي. to be the wife of a captain، إنها تكون زوجة الكابتن meant security and honor. لا ده بيديها أمان وكمان بيديها مكانة عالية. She dreamed of a small home، كانت بتحلم بمنزل صغير near the sea، بالقرب من البحر. Children playing by the shore، والأطفال بتلعب بالقرب من الشاطئ. and a future bright with happiness، ومستقبل مشرق بالسعادة. منصور موريل soon appeared، صاحب السفينة بدأ يظهر. a wealthy merchant، تاجر غني. with a kind smile، مع ابتسامة طيبة. he greeted Edmund، حيا إدموند warmly بحرارة. and confirmed the promise، وأكد على الوعد بتاعه. you have shown courage، انت أظهرت شجاعة. and wisdom beyond your years، وحكمة على سنواتك. the Pharaon is yours، السفينة بتاعت فرعون دي بتاعتك. to command، عشان تديها الأوامر يا إدموند. serve me faithfully، خليك خادم ليا أمين. and you shall raise even higher، تبدأ تعلى أكتر وأكتر. the crowd cheered and Edmund felt، بدأ الناس المزدحمة تصيح يعني تنادي كده. وبدأ إدموند felt as if the whole world celebrated، كأن العالم كله بيحتفل with him معاه. yet while most smiled not every face was full of joy، بينما هو كان بيبتسم مش كل الوشوش كانت باين عليها انها مبسوطة. hidden among the crowd was Fernand Mondego a fisherman، كان في وسطهم فرناند ده كان صياد from كاتالونيا. he stood silently، كان واقف في هدوء. his fists clenched, his eyes burning with jealousy.
كان بعينه فيها حسد وغيرة for Fernand loved Mercedes too، وكمان كان متغاظ علشان فرناند كان بيحب مرسيدس. and he had long dreamed of marrying her، وهو كان بيحلم بالزواج منها. but she had chosen Edmund، ولكنها اختارت إدموند. and Fernand's heart was filled with anger and envy، كان قلبه مليان بالغضب والحسد. another man Danglars the ship's purser also looked at Edmund with bitterness. هنبدأ طبعا نشوف مين الأعداء لإدموند. طيب during the voyage Edmund had been promoted above him and Danglars couldn't forgive this humiliation. كان بيشعر دانجلارز ده بالإهانة وإن هو متضايق ليه من إدموند، عشان هو كان شايف إن إدموند ده عبارة عن 19 سنة بس، ولد صغير. given the command أخذ القيادة of the pharaoh was for him بدلا منه an insult، ده بيعتبر بالنسبة له إهانة. his lips curled into a thin smile as he muttered to himself Captain Dantes. كان وشه عليه ابتسامة كده مدارية وكان بيقول Captain Dantes we shall see how long that lasts. unaware of the hatred growing around him إدموند ما كانش حاسس بالكراهية اللي بتبقى حواليه. walked proudly through the streets of Marsilia، كان بيمشي في شوارع مرسيليا بفخر with his father مع والده and Mercedes at his side بجانبها. they visited his father's small home، زاروا المنزل بتاع والده where Edmund discovered a painful truth، لما إدموند اكتشف حقيقة الألم. his father had lived in poverty، كان والده بيعيش في فقر while he was away، بينما هو كان بعيد في البحر. out of duty من واجبه the old man had replied a debt of money that Edmund owed to a neighbor, leaving himself almost nothing to eat. Edmund was heartbroken, but he quickly gave his father all the wages he had earned. From now on you will want for nothing, he promised. في الفترة اللي إدموند فيها كان في البحر كان والد إدموند بيدفع الديون اللي كانت على إدموند، وكان بيعيش في فقر في الفترة اللي كان فيها إدموند في البحر. طيب لما إدموند رجع وعرف الموضوع ده اداله كل الفلوس اللي معاه ووعده إن ده مش هيحصل له تاني. The evening brought more joy، المساء كان جاي إيه عند مجيئه جاء كمان بمتعة. إدموند and Mercedes walked along the shore، تمشوا بالقرب من الشاطئ. speaking of their future، اتكلموا عن مستقبلهم. the sea breeze touched their faces، نسيم المية يعني لمس وجوههم. and the horizon seemed to promise endless possibilities، والأفق اللي كان يعني المكان اللي يقدروا يشوفوا بيه أو باصين فيه يعني عينيهم جايباه، آخر حاجة عينيهم جايباها كان بيبدو ليهم إن بيوعدهم ب نهايات غير متوقعة. they planned to marry، اتفقوا أو خططوا للزواج as soon as possible في أقرب وقت. Mercedes leaned on Edmund's arm and whispered I wish this happiness could last forever، بتقول له إنها بتتمنى إن السعادة بتاعتهم دي تدوم للأبد. إدموند قال لها it will، سوف تدوم. nothing can take it from us، مفيش حاجة تقدر تاخدها مننا. but fate had other plans، القدر كان ليه رأي تاني. تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل. the seeds of betrayal، بداية بذور الخيانة. while Edmund celebrated Danglars and Fernand met secretly. مين؟ نبدأ نحفظ بقى الأسامي دي. Danglars and Fernand
اتقابلوا سر in a dark tavern. They spoke in low voices. كلموا بأصوات منخفضة. Their words heavy with malice. Edmund has everything. Fernand has. بيقول ايه؟ ده هو عنده كل حاجة. مرسيدس success، عنده اللي مرسيدس بيوعدها بالزواج والنجاح وذا كابتنسي والقيادة بتاعت السفينة. while I who has loved her since childhood، بينما أنا اللي حبيتها من الطفولة am left with nothing، تركت من البيت بدون أي شيء. and I، مين اللي بيتكلم؟ Danglars should be purser second only to the captain، التاني بعد الكابتن. instead this boy takes the command and I am forced to serve under him، أنا اللي مغصوب عليا اللي أنا أكون تحت قيادته. his good fortune، حظه الكويس is unsufferable، غير كافي. the two men drank coffee، شربوا قهوة. their eyes filled with hatred، كانت عينيهم مليانة بالكراهية. it was then that Danglars suggested a plan، اقترح خطة. what if Edmund were accused of being a traitor، هيحصل ايه لو تم القبض على إدموند على انه خاين. what if someone wrote a letter to the authorities، هيحصل ايه لو واحد كتب رسالة للسلطات. claiming he carries messages from Napoleon's supporters، لو الرسالة دي اللي يتمسك بيها وجايدنا على انها جاية من مساعدين نابليون. Fernand's eyes lit with cruel hope، بدأت يبقى فيها أمل. if he is arrested، لو تم القبض على إدموند he will lose مرسيدس، هيفقد مرسيدس. she will be mine، وهتصبح ملكي. exactly، دينجلرز رد عليه وقال له بالظبط. and I shall have my revenge، وأنا أخد انتقامي. he will never be captain، مش هيبقى الكابتن if he is in prison، لو هو كان في السجن. that night with careful handwriting، كتبوا بخط حريص. Danglars composed a letter، نظم الخطاب. it accused Edmond Dantes of carrying a secret letter from Napoleon Bonaparte، اتهموه بأنه هو بيحمل رسالة من نابليون بونابرت to his followers، لأتباعه in باريس، في باريس. the accusation، الاتهام was false، كان خاطئ. but it was dangerous، ولكنه خطير. the government feared نابليون، الحكومة خوفت نابليون who had been exiled but still had many loyal supporters، ولكن ما زال ليه مساندين مخلصين. to be suspected of helping him، عشان يساعدوه. was enough to destroy a man's life، كان كفيل ان هو ده يدمر حياة رجل. when اللي هو إدموند. when the letter was finished، لما الخطاب أنهوه. Fernand delivered it to the local prosecutor with that single act. Edmund's future was poisoned، مستقبل إدموند تم تسميمه، يعني بوظهوله. طيب تعالوا ننتقل لجزئية تانية. celebration and shadow، الاحتفال والظل. the next day، في اليوم التاني، طبعا كل ده إدموند مش عارف بحاجة ولا حاسس بحاجة. Edmund's friends gathered for his betrothal feast. laughter filled the air, music played and tables were heavy with food and drinks. عملوا حفلة وكان في الترابيزات عليها أكل ومشروبات. مرسيدس wore a simple white dress، لبس فستان أبيض. her face glowing with happiness، كان وشها مليان بالبهجة. cheers answered him and for a moment all seemed perfect، للحظة بدأ كل شيء ممتاز. but outside، في الخارج in the shadows، في الظل. soldiers approached، اقترب الجنود. at the height of
the celebration من الاحتفال. the door opened والباب اتفتح and an officer entered وموظف دخل with cold authority السلطة بتاعته. إدموند دانتس بيسأل عليه قال له yes. إدموند رد بس مستغرب surprised. you are under arrest انت تحت القبض by order of the king's prosecutor. طيب ده بأمر من الملك. the room fell silent الحجرة ملأها الصمت. مرسيدس gasped. Edmund's father trembled and Edmund himself stood frozen. كل واحد كان مستغرب ايه اللي حصل وكان إدموند نفسه متجمد with shock بصدمة. he had done nothing wrong ما عملش حاجة غلط. yet strong hands seized him ايد قوية جت أخدته and led him away وأخدته بعيدا. the feast ended in confusion and sorrow انتهى الحفلة بارتباك وحزن. مرسيدس cried out بكت. there must be a mistake لابد ان في خطأ. إدموند يا إدموند is innocent بريء but her words were useless كلمتها كانت بلا جدوى كانش لها لازمة. the trap had closed المكيدة أو التراب اللي هي الحاجة اللي عملوه فيها المصيدة كانت محكمة عليه. and Edmund's bright future was already slipped into darknesses المستقبل بتاعه اتحول أو اتسحب من تحته لأصبح مظلم. بكده أحداث شابتر 1 خلصت. دمتم في أمان الله.